تخيل تعمل نظام دايت وتموت قبل ما تشوف نجاح. دي قصة روبرت أتكنز. حكايتنا النهاردة عن دكتور شاب غير حياته وحياة ناس كتير بسبب إنه جرب نظام أكل غريب وابتكر دايت غير العالم كله، لكن للأسف مات قبل ما يشوف النجاح بعينه. في الستينات كان روبرت بيعاني من الوزن الزايد والإجهاد وارتفاع الكوليسترول، وفي يوم قرأ بحث صغير عن نظام منخفض الكربوهيدرات، قرر يجربه على نفسه، وفعلا نزل وزنه بشكل غير طبيعي وابتدى يجربه على مرضاه، والنتائج كانت مذهلة. فكتب كتابه الشهير دايت ريفوليوشن سنة 1972، وبقى الدايت رقم 1 في أمريكا. لكن العلماء هاجموه جامد واتهموه إنه خطر على القلب بسبب دهونه العالية، وحصلت حروب علمية حوالين الدايت ده. وفي سنة 2003 دكتور أتكنز اتزحلق على تلج، اتخبط في دماغه ودخل في غيبوبة وتوفى. في إشاعات قالت إن هو مات من السمنة، لكن الحقيقة إن هو مات من الإصابة. وبعد موته بسنين الأبحاث أثبتت إن الدايت قليل الكربوهيدرات مش خطر زي ما كانوا فاكرين، وإنه مناسب لناس كتير. يعني الراجل يا عيني مات قبل ما يشوف إن العلم وقف معاه. رغم إن أتكنز مات قبل ما يشوف ثمرة مجهوده، بس الدايت بتاعه غير حياة ملايين.